الفيلم بيبدأ في مدينة من مدن كوريا الجنوبية، وبنشوف شاب اسمه أوبا. في اللحظة دي ابن أخوه بيجي يصحيه من النوم علشان نعرف إن أوبا أخوه كان مات من فترة. أوبا بيصحى وبيخرج من الأوضة اللي كان نايم فيها. بنكتشف إنه عايش مع أمه في المطعم اللي هي بتديره، وكمان أوني اللي تبقى أم مان ومرات أخوه المتوفي عايشة معاهم. بعد شوية أوبا بيقعد مع أصحابه ومن ضمنهم صاحبه المقرب جيل. بنعرف إن أوبا وجيل وباقي الشلة بيشتغلوا في محطة توليد طاقة نووية في المدينة، والمحطة دي تقريبا كل أهالي المدينة بيشتغلوا فيها. بعدها خطيبة أوبا اللي اسمها يون بتوصل للمكان وبتسلم عليه، وبعدها بيركب أوبا مع أصحابه الأتوبيس اللي بيوديهم الشغل. وهم في الطريق بيتفاجئوا بمجموعة ناس عاملين مظاهرات وقاطعين الطريق. الناس دول بيطالبوا بإغلاق المحطة النووية لأنهم شايفين إنها خطر على البيئة وعلى المدينة كلها. في النهاية المظاهرة بتنتهي وأوبا وجيل وباقي زمايلهم بيوصلوا الشغل. في المحطة جيل بيقابل أبوه اللي بيعنفه شوية لأنه متأخر، لكن جيل مش بيهتم وبيبدأ شغله مع أوبا والباقي. بعد الشغل أوبا بيقابل خطيبته يون وبيعرفها إنه مش عاوز يفضل في المحطة النووية ونفسه يسافر أمريكا يشتغل هناك، لكن يون بترفض تماما وبتقوله إنها ملهاش حد غيره ومينفعش يسيبها ويمشي. أوبا بيقولها إنه هيفكر في الموضوع. بعدها بيرجع أوبا البيت وبيكلم أمه وبيقولها إنه عاوز يسيب الشغل في المحطة ويسافر أمريكا، لكنها بترفض هي كمان وده بيضايقه لكنه ما بيقولش حاجة. في الوقت ده بنشوف رئيس كوريا الجنوبية اللي اسمه كانج وبيوصله تقرير من بارك رئيس المحطة النووية بيحذروا فيه ان المحطة في خطر وانها محتاجة صيانة ضرورية، لكن محدش مهتم وده ممكن يسبب كارثة. كانج بيتضايق لانه ما كانش يعرف حاجة عن الموضوع وبيقرر يجتمع مع رئيس الوزراء تاني يوم عشان يشوفوا حل. على الجانب التاني بارك بيكون قلقان من تسريب إشعاعي ممكن يحصل بسبب الإهمال في المحطة، لكنه بيتبسط لما يعرف إن تقريره وصل للرئيس كانج وبيحس إن ممكن يكون في أمل للتغيير. تاني يوم كانج بيجتمع مع رئيس الوزراء واللي بيكون عنده خبرة سياسية كبيرة وبيسيطر على الرئيس بشكل واضح. في الوقت ده بارك بيروح المحطة لكن بيلاقي إن تم تعيين رئيس جديد بدلا منه وبيقولوا انه ملوش شغل هنا خلاص. فبارك بياخد بعضه ويمشي، لكن وهو ماشي فجأة بتحصل هزة أرضية بتأثر على المحطة النووية وده بيخليه يرجع بسرعة. بارك بيكتشف ان الزلزال تسبب في شرخ كبير في صمام المفاعل النووي والإشعاع ودرجة الحرارة عمالين يزيدوا ومحدش عارف يحل المشكلة. بارك بيقترح انهم يبدأوا عملية التهوية عشان يمنعوا الانفجار، لكن الرئيس الجديد بيرفض خوفا من فضيحة إعلامية وبيقرر يسكت عن الموضوع شوية على أمل إن المشكلة تتحل لوحدها، لكن ده مش بيحصل وبارك بيكون هيجنن لأنه مش عارف يتصرف. في الوقت ده كانج بيوصل له الخبر لكن رئيس الوزراء بيقول له إنهم لازم يغطوا على الموضوع وما يخلوش سكان المدينة يعرفوا، لكن كانج بيرفض وبيصدر أمر بإخلاء المدينة فورا. كل سكان المدينة ومن ضمنهم أم أوبا أوني ومان بيبدأوا يخرجوا عشان يروحوا لملجأ آمن. في نفس الوقت أوبا وجيل وباقي العمال بيكونوا لسه في المحطة وفجأة بيحصل انفجار ضخم لأن المفاعل النووي انصهر بسبب ان التهوية متمتش وبتبدأ الكارثة الحقيقية. أوبا وجيل بيلاقوا نفسهم تحت الأنقاض بسبب الانفجار لكنهم بيقوموا تاني وبيكتشفوا انهم لسه بخير. أبو جيل بيجي ياخده على المستشفى وهناك بتوصل يون وبتحاول تاخد أوبا وتخرج بيه لكنه بيقولها انه لازم يساعد الناس اللي في المحطة وبيطلب منها تروح لأمه وأوني ومن وتحميهم فبتوافق وبتسيبه يمشي. أوبا بيرجع المحطة تاني عشان ينقذ اللي باقي من أصحابه لكنه بيتعب جدا بسبب التعرض للإشعاع وبيفقد وعيه وبيتنقل هو كمان للمستشفى. في المستشفى الوضع بيكون كارثي لأن معظم الناس مصابين بسبب الإشعاع. أما في الملجأ فبنلاقي يون أوني أم أوبا ومن مع ناس كتير محبوسين هناك والجيش منعهم من الخروج عشان يمنع انتشار الخبر، لكن بعد وقت قصير الأخبار بتنتشر والناس كلها بتحاول تهرب من المدينة عشان ما يتعرضوش للإشعاع. في اللحظة دي أم أوبا أوني مان ويون بيقرروا يخرجوا وبيبدأوا رحلتهم للنجاة. بعد ما خرجوا من الملجأ بيركبوا الأتوبيس مع ناس كتير تانية وكلهم بيحاولوا يهربوا من المدينة. عند الجهاز الكهربائي بارك بيلاحظ ان رئيس المحطة الجديد امر رجال المطافي يطفوا الجهاز الكهربائي بالمية اللي معاهم في العربيات بدل ما يستخدموا مية البحر وده بيخليه يجن جنونه. بارك بيروح فورا لرئيس المحطة وبيقولوا ان مية البحر هي الحل الوحيد لانهاء الازمة بسرعة، لكن الرئيس بيرفض تماما. بيتعصب لانه عارف ان الجهاز الكهربائي خلاص انفجر وما بقاش فيه فايدة منه، فالأهم دلوقتي هو إنقاذ الموقف. لكن رئيس المحطة بيصر على رأيه. بارك بيخرج بره الجهاز الكهربائي وهو محبط تماما مش عارف يعمل إيه. في اللحظة دي كانج بيكون قاعد مع مراته وبيوصل له إنه هو اللي لازم يدير الأزمة وينقذ الناس مش رئيس الوزراء. الكلام ده بيخلي كانج يتحمس أكتر وأول خطوة بياخدها إنه يعين بارك رئيس للمحطة من جديد عشان يقدر ياخد القرارات الصح. بعدها كانج بيجتمع برئيس الوزراء وباقي المسؤولين وبيعلن
إن هو اللي هيدير الأزمة من اللحظة دي، وإن أي حد معترض يقدر يقدم استقالته ويمشي. الكل بيخاف من كلامه وبيوافقوا بدون أي اعتراض. بارك على طول بيأمر رجال المطافي يستخدموا مية البحر عشان يطفوا المفاعل، وفعلا الموضوع بيبدأ ينجح حتى لو بشكل بسيط. بعد فترة قصيرة بارك بيقدر يدخل لقلب المفاعل نفسه وبيحدد مكان الصمام اللي اتشرخ وعمل الأزمة. بيجتمع مع كانج وبيوضح له إنه هيحتاج فريق كبير من 25 شخصا تقريبا عشان يدخلوا قلب المفاعل ويصلحوا المشكلة. لكن هنا بتظهر الكارثة. بارك بيعرف كانج إن كل اللي هيدخلوا المفاعل هيتعرضوا لكميات كبيرة من الإشعاع، وبكده هيكون مصيرهم الموت بعد فترة قصيرة. كانج بيتضايق جدا لكنه مجبر يتصرف، فبيطلع في مؤتمر صحفي وبيعلن إنه محتاج متطوعين لإنجاز المهمة، وبيوضح بكل صراحة إن كل اللي هيدخلوا جوه المفاعل هيموتوا للأسف بسبب الإشعاع، وإنه مش هيجبر حد على المهمة دي. في الوقت ده أوبا، جيل، أبو جيل ومجموعة عمال موجودين في المستشفى بيسمعوا المؤتمر، وبما إنهم أصلا اتعرضوا للإشعاع قبل كده بيقرروا إنهم يدخلوا المفاعل مع بارك حتى لو كان ده معناه موتهم. بارك بيروح للمستشفى وبيقول لهم على الخطة، ومن غير أي تضييع وقت بياخدهم كلهم ويدخلوا جوه الجهاز الكهربائي عشان يصلحوا الصمام اللي اتشرخ. في البداية بيقدروا يسيطروا على الوضع، وده بيدي أمل للناس إن مشكلة الإشعاع هتنتهي. الناس اللي كانوا بيهربوا من المدينة زي أوبا واني وكانون بيقرروا يرجعوا تاني لأن الخطر بدأ يختفي، لكن للأسف الشرخ بيبدأ يكبر تاني وكل حاجة ترجع تتدهور والناس بتهرب من جديد في حالة فزع أكبر من الأول. في اللحظة دي أوبا بيكون عنده فكرة أخيرة يقدر بيها يلحم الصمام، لكنها خطة خطيرة جدا لأنها محتاجة إن حد يفجر جزء من الجهاز الكهربائي، والشخص اللي هيقوم بالمهمة دي هيموت في لحظتها. بدون تردد أوبا بياخد القرار إنه يضحي بنفسه عشان ينقذ الجميع. قبل ما ينفذ خطته بيطلع في بث مباشر وبيودع أمه واني ويون وكل الناس اللي بيحبهم. بعد لحظات بيزرع أوبا المتفجرات ويفجر الجزء المطلوب، وفعلا بيتم حل مشكلة التبريد والمفاعل بيستقر، وبكده الأزمة بتنتهي تماما. لكن مش كل النهايات سعيدة يا صديقي. أوبا ومعاه كتير من العمال بيموتوا وهم بيضحوا بحياتهم عشان أهل المدينة يعيشوا. بسبب تضحياتهم العظيمة كانج بيطلع في التلفزيون وبيشكر كل شخص فيهم بالاسم على الهواء مباشرة، وبالنقطة دي بتنتهي الأزمة والمدينة بتعيش بفضل أوبا واللي كانوا معاه. وبينتهي الفيلم على كده. متنساش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وتقول انت الإعجاب رقم كام في الكومنتات. نشوفكم قريب، سلام.